أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يتفوق طالب العلم؟ طالب العلم يبحث عن الموفقية. لما تسأل من طالب العلم: أريد أن أخدم الدين، أريد أن أضحي بنفسي لأجل الدين، أقوي الدين، هذا هدفه. وإلا إذا الهدف غير هذا يكون ليس في التحصيل فائدة. وقلنا لكم لا بد أن يعرف طالب العلم قيمة العلم، وأن ينتخب أستاذا بارعا متدينا مؤمنا يؤثر فيه. كثير من الأشخاص اغتنموا الفرص في أيام التحصيل. الله سبحانه وتعالى جعل في وجناته نورانية. العلم نور جعله في جسمه، كونه في جسمه. ليش؟ لماذا؟ لأنه كان مخلصا في التحصيل، نيته كانت كاملة. والمورد الآخر الذي ذكرته لكم هي الاهتمام بالفرصة. الفرصة لا تكون في كل الأوقات، لا، في بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى يعطيك فرصة، يريد يمتحنك، هل أنت صادق في نيتك أم لا؟ شوف رسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. الدنيا ساعة، واقعا هم ساعة. شوف، اسأل من ذول الشياب، اسأل منهم كيف مضت الأيام في الدنيا، يقول لك أقل من ساعة، بغمضة العين مضى العمر. يقول هكذا لك. إمام الباقر الروحي له الفداء يقول: إياك والتفريط عند إمكان الفرصة، فإنه ميدان يجري لأهله بالخسران. كن دقيق، كن فطن. إذا جاءت لك فرصة لا تقصر في حقها، أخذ الفرصة، استفيد من الفرصة، لأن الفرصة لا تتحقق في كل وقت، وهذه الفرصة تتحقق في ريعان الشباب. عندما يبدأ الإنسان في بدء شبابه هذه الفرصة تتحقق. ليش؟ لأن كسب العلم يتجلى في وجودك بسرعة، تأخذه بسرعة. شوفوا ذول حافظين نعي، حافظين القواعد، حافظين القرآن، حافظين الروايات. في أي عمر من عمرك حفظت هذه الأشياء؟ يقول لك عندما كنت شباب، عندما كنت في عمر بين 15 إلى 40 كنت أدقق في الأمر، كنت أرى أن المستقبل بيدي، لا بد أن أحفظ الشباب، أحفظ المجتمع، على كل أؤدي الواجب، وبدون كسب العلم لا يمكن هذا. اليوم أنا أجي أجلس بالدرس ولا كأنما يوم على يوم، بعدين بالنهاية الناس يحتاجوني، الطلبة يحتاجوني، لا بد أن أنقل هذه التجربة لهم، أنقل المعلومات لهم. وإذا لم أستوعب هذه المطالب لم يكن لي فائدة في المجتمع، بل الضرر يتوجه للمجتمع. إحنا جربنا هذا في عمرنا، إحنا جربنا هذا في عصرنا. بعض الأشخاص بدون علم دخلوا في المجتمع وسببوا الانحراف للمجتمع، وهذا شيء واضح لا يحتاج إلى التأمل والتدبر. كن على عمرك
أشح منك على درهمك ودينارك. شوف شوف رسول الأعظم شي يقول: أنت إذا بخيل، إذا ما تعطي شيء، كون في العمر بخيل، لا تعطي من عمرك شيئا هباها منثورا، لا، احفظ عمرك واستفيد من عمرك. يمثل رسول الأعظم شلون أنت ما تعطي فلوس بخيل، كون في العمر بهالشكل. مولانا أمير المؤمنين روحي له الفداء: إن ماضي يومك منتقل وباقيه متهم، فاغتنم وقتك بالعمل. أمس راح ما موجود، باكر مو معلوم يجي. اعمل عمل صالحا في هذا اليوم، هذه اللحظة الذي دعت تنطق، اعمل عمل صالح. الأمس راح مضى، يومك مضى، ويوم آخر مو معلوم أن يجي إليك. اغتنم هذه الفرصة الموجودة الآن، الله معطيك بيدك قدرة. شوف إمام الصادق روحي له الفداء شي يقول: إن أجلت في عمرك يومين فاجعل أحدهما لأدبك لتستعين به على يوم موتك. الله الله. إذا بقى من عمرك يومين، يوم الأول اجعلها إلى أن تأخذ المعلومات، تكون نفسك من العلم، تخزن نفسك من العلم ومعارف الإلهية. لماذا؟ لأنه هذا يساعدك عند الموت. الله الله. يقول استفيد من العلم، استقطب العلم، هذا العلم يفيدك، هذا العلم ينجيك بمعرفة تروح من الدنيا. بالنهاية الإنسان يحس الموت، الإنسان المؤمن المتدين. شوف العلم إيش قد مهم. هذا التأكيد من الأئمة روحي لهم الفداء لأهمية العلم. ولذا الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن أجلت في عمرك يومين فاجعل أحدهما لأدبك لتستعين به على يوم موتك. يوم موت أكو، يوم أكو فرصة تتعلم، أخذ اتعلم. هذا التعليم يفيدك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإن شاء الله نستمر بالكلام بالجلسات الآتية، والحمد لله رب العالمين.